العام ومساعد وزير الداخلية لأمن الدولة، جمال مبارك أمين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني ونجل رئيس مبارك، علاء مبارك النجل الأكبر، الرئيس حسني مبارك الرئيس السابق. من الواضح أن الدخول سيكون على كرسي متحرك لداخل القفص. يعني هي نقالة ليست كرسي متحرك، ويوجد فريق طبي مرافق للرئيس السابق الذي حضر في بداية يناير كرئيس وهو يحضر كمتهم في نفس الأكاديمية. سبحان المعز المذل. هو سرير المرض الذي دخل عليه الرئيس مبارك إلى قفص الاتهام ومحاط بنجليه. الكاميرا تحاول أن تتصيد الصور للرئيس السابق حسني مبارك. لا نستطيع تباين الحالة الكاملة صحيا للرئيس، ولكن من الواضح أنها مستقرة بعض الشيء. هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الحق والعدل فتحت الجلسة. تعلمون جيدا وفقا لكل الإجراءات الجنائية أن نظام الجلسة منوط برئيسها، ومن يخرج عن هذا النظام من حق رئيس الجلسة أن يخرجه من القاعة، فإذا تمادى فمن حق رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بحبسه 24 ساعة لإخلاله بنظام الجلسة. السادة الحضور جميعا، الالتزام بالهدوء. شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة في هذه المحاكمة الهدوء، الاستماع، التيقن، حتى تؤدي الهيئة الموقرة أداء رسالتها على الوجه الأكمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضمائرنا. كلنا سنلقي الله بقلوب سليمة، وهذا ما نتمناه، والله الموفق والله المستعان. السادة المحامون، أعضاء الهيئات، هيئة الدفاع جميعكم، حضراتكم إن كان هناك طلبات تقدم إلى المحكمة مكتوبة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة، حتى يتسنى لنا الهيئة أن تفحصها
وأن تبدي رأيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة. كل يلتزم بمكانه، لا يتحرك أحد من مكانه حتى نستطيع أن يلهمنا الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الرسالة. ونبدأ.